السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجديد حبس 2 اخوات لقتلهما شابا منعهما من بيع المخدرات في حلوان. قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان التجديد حبس شقيقين 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب اعترض على بيعهم المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شقيقين لقتلهما شابا طعنا بالأسلحة البيضاء لمنعهما من بيع المخدرات في مدينة حلوان. تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن الإدارة العامة لمباحث القاهرة اختار من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة محمود 25 سنة مصابا بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان الوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الاتنين اخوات دول مع الشاب اللي اتقتل اللي عنده 26 سنة محمود الله يرحمه، بسبب ان هو بيحاول ان يمنعهم من بيع المخدرات، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت الى مشاجرة بالايدي قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجني عليه حتى سقط على الارض مفارقا الحياة. وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق عشان خاطر بيمنعهم بس ان هم ما يبيعوش مخدرات للشباب. لا طبعا ازاي قال لهم كده؟ يعني ده ما ينفعش. مسكوه طبعا ضربوه بالأسلحة البيضاء لغاية ما وقع ومات. منهم لله والله يرحمه. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.